اهلا بيكم في حلقه جديده. بس الحلقه النهارده حلقه مختلفه، عشان النهارده هنتكلم عن نادي حول الدوري السعودي من دوري بيتشاف في المنطقه العربيه لدوري بقى بيتشاف في كل انحاء العالم. هنتكلم عن تاريخ وبطولات النادي النصر السعودي، فيلا بينا نخش في الحلقه. يبقى نادي النصر السعودي واحد من اهم وابرز الانديه السعوديه، وكذلك على الصعيدين الخليجي والعربي، نظرا للتاريخ الكبير الذي يمتلك النادي، الذي تأسس على يد مجموعة شباب في مدينة الرياض يقودهم زيد بن مطلق الجبعاء وشقيقه حسين بدعم من شقيقهم الأكبر محمد الجبعاء. الفريق النصراوي الذي تأسس في 24 من أكتوبر 1955 مر عليه العديد من الأجيال التي حققت الإنجازات والبطولات، ويعد جيل الثمانينات وأوائل التسعينات هو الجيل الذهبي للعالمي بقيادة ماجد عبد الله، ويلقب الفريق من قبل المشجعين بالعالمي بسبب مشاركته وتمثيله لقارة آسيا في أول كأس عالم للأندية بعدما فاز بلقب كأس السوبر الآسيوية في عام 98، وقد حصل على جائزة اللاعب النظيف في تلك البطولة، ويطلق عليه أيضا بالقاري كونه أول نادي آسيوي يلعب مباريات رسمية في 4 قارات مختلفة، وهي أفريقيا وأوروبا وآسيا وأمريكا الجنوبية. وتعد فترة الستينات البداية الحقيقية للنادي في حصد البطولات النصراوية، وفي منتصف السبعينات حقق النصر أول بطولة دوري تقام على مستوى المملكة، واحتكر النصر جميع بطولات المملكة ل3 سنوات متتالية، وهي من 74 حتى 76. وخلال التسعينات انتقل النصر من البطولات المحلية إلى البطولات القارية، حيث فاز ببطولة كأس الخليج مرتين، بطولة كأس الأندية الآسيوية مرة، وبطولة كأس السوبر الآسيوية مرة برضه. كما مثل النصر القارة الآسيوية في أول كأس عالم للأندية في عام 2000. استعرض لكم فيما يلي البطولات التي حققها النادي النصر على جميع الأصعدة. حصل على الدوري السعودي 8 مرات، والوصيف 6 مرات، وبطل كأس الملك 6 مرات، وكأس ولي العهد 3 مرات، كأس الملك فيصل 3 مرات، كأس السوبر السعودي مرتين. أما على الصعيد القاري حصل على كأس الكؤوس الآسيوية مرة، وكأس السوبر الآسيوي مرة. كده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا، نتقابل في حلقة جديدة تانية بإذن الله. سلام.